هاي يا جماعه، زي ما انتم شفتوا كده في الكليب اللي فات، انا كنت تعبانه جدا الاسبوع اللي فات ده، فانا ما عرفتش اصور لكم فيديو، واجلت الفيديو اللي انا هصوره لكم ده عشان انزله لكم النهارده. سامحوني انا اسف، والله مش بتكاسل، انا والله كنت تعبانه. والنهارده عامله لكم فيديو، مش اي فيديو، هو فلوج ماشي. وطبعا انتم متعودين على الفلوجز، بس الفلوج بتاع النهارده مختلف. النهارده يا جماعه الجمعه، وقررت اصور لكم النهارده يا جماعه الجمعه، وانا غايبه يوم الخميس، فده لونج ويك اند بالنسبه لي. فانا قررت النهارده اصور لكم انا باكل ايه في يومي، او what I eat in a day. بمناسبه ان انتوا كلكم كل شويه بجد، انا مش بقول كده بقى عشان اقول لكم، لا انتوا بجد كل شويه بتسالوني نور خسيتي ازاي، نور خسيتي ازاي، ممكن تعملي فيديو ازاي خسيتي، ممكن فيديو ازاي خسيتي، انت بتخسي انت ماشي. ف انا قررت احقق لكم رغباتكم واوريكم انا ازاي خسيت عن طريقه اكلي ان داي. طبعا يا جماعه ده مش دايت صحي، ده العاده بتاعتي في يومي عادي. يعني محدش يحاول يبقى يعني ياكل كده، لان انا مش بديكوا تيوتوريال ازاي خسيت، انا بقول لكم اكسبيرينس ماشي، عشان محدش يروح في داهيه بسببي. انا شخص مش هيلثي خالص، تمام يا جماعه ما حدش يحاول يقلد نور خالص، نور جت معاها كده بالصدفه من الاخر بس عشان بس الناس بقى خايفه اللي هو كده زي خسيت فانا اكل زيها. فانا بقول لهم يا جماعه انا مش هيلثي خالص، انا ممكن اوديكم في داهيه عادي. قول لهم يا مامي بقى بدايه الفيديو كده مع الفطار، ايه اكتر حاجه مش هيلثي بعملها في الفطار؟ بتشرب قهوه على معده فاضيه يا جماعه، وبقعد اقول لها طب كلي بلحايه معاها حتى، ما بترضاش، بتقول لي حاضر، وبعدين ببقى انا اشتغلت بقى في المدرسه وكده فبلاقيها ما بتاكلهاش. ده لا يا جماعه كل يوم في المدرسه، انما الايام بتاعت الويك اند انا بصراحه ببقى يعني جعانه جدا، صاحي من النوم جعانه، فما بقاش مستعجله للمدرسه، فببقى يعني عايزه اكل عادي. ففي نورمالي في الايام دي انا بفطر بفطر توست، بفطر ماما بتعمل يا جماعه ايج رول تحفه، بس هي مش عاملاه النهارده يعني، كانت ماشي تورتيه جواها بيض وتركي وجبنه، من احلى الاكلات يعني في الدنيا. وانا بعمل لنفسي بيس كرامبل حلو قوي، ساعات بابا بيعمل بيس كرامبل حلو جدا. يا جماعه بتقول ان انا البيض سكرامبل بتاعي وحش، هو كده وحش؟ ده انا هبهدله ليه؟ عشان محدش يقول له مامته في اكل وحش بتعمله. هو عشان ست يعني؟ لا عشان امه. المهم يا جماعه ده الفطار اللي بلجأ ليه يعني في الايام العاديه، فانا النهارده عشان مكسله طبعا اعمل فطار، فهاكل بيس كرامبل ومعاه ايس كوفي. طبعا الفيديو يا جماعه ما تروحوش في حته عشان تعرفوا نور خست ازاي بجد بقى، مش اللي هو اكل. دلوقتي يا جماعه نعمل احلى فطار في الدنيا. اول حاجه بنقشر البيض. نقشر؟ سمحتي يا مامي، ما سمعتش عن نقشر دي قبل كده خالص. ودلوقتي هنقلب الملح والفلفل. مستعجله على ايه؟ لا ده عشان بس الناس تبقى اكسايتد. هنحط الاومليت، نحط حتتين توست ونقلبهم. احنا فاشلين خالص خالص حتى في ده، وهنسيبه لحد ما يبقى بيض. نحط شويه جبنه، مش كتير خالص. معلش يا جماعه هي ما وزعتش الزيت كويس، فالحته دي لازقه شويه. نجيبيها ونعمل كده اوبا اوبا، حطيها في الطبق. لسه بعدين ندلقه على الناحيه التانيه برضو ياخد وش. وكده يبقى الفطار بتاعنا جاهز. هناخد السكر اول حاجه يا جماعه، مع ان كان ممكن احط صباعي عادي. انا عارفه ان انا لو قلت ده ما ينفعش، بس تمام. هنحط دلوقتي سكر بني عشان بحب طعمه مع الايس كوفي. هناخد دلوقتي اخر حاجه وهي النسكافيه، ماي فيفورت بارت. بصوا كميه نسكافيه اللي هناخدها عشان نفوق اكتر تفويق الصبح. حط يا جماعه ميه سخنه، بس كده كوفي. بالراحه يا نور، مالك في ايه؟ عشان ننجز بس. لبن، تلج، وكده يا جماعه يكون الفطار جاهز.
عشان ما ازهقكوش معايا يا جماعه هرجع لكم وقت الغدا. يلا بينا. انا دلوقتي هاكل كشري عشان ماما طالبه كشري النهارده، بجد بحب الكشري جدا. ودلوقتي ماما تسالني اسئله عشان انا اعرف يعني اوجه لكم الرساله اللي هي مش رساله عشان محدش ياخد بكلامي ابدا. ماشي؟ ولو والله طريقه ظريفه يا نور، مش وحشه، مع شويه عادات هتتغير. هي ايه دي؟ يعني فكره ان انت تاكلي من كل اللي انت عايزاه بس بكميات قليله، دي فكره حلوه جدا انك تخسي بيها. بس انا ما كنتش باكل يعني ما كنتش بقصد اكل بكميات. انا كان غصب عني بشبع. لدرجه يا جماعه ان احنا كنا هنعمل لها تحليل لان احنا خفنا يكون في ديدان في معدتها او حاجه، في كلاب في معدتها. طلع الحمد لله يا جماعه مفيش حاجه، وهناكل كشري وزي الفل. قولي لنا بقى يا نور عادات الاكل بتاعتك، يعني مثلا بتاكلي كام مره في اليوم؟ بصي اولا افتحي لي الصلصه. ماشي. باكل كام مره في اليوم؟ باكل ماشي، باكل لما اصحى، باكل بعدها بحبه. بقى الفتره اللي ما كنتش باكل كويس فيها خالص كنت ايه بقى؟ لا انت ما فتحتيش حاجه. انت عملتي انت فتحتيها من بره بس. انا يا جماعه كنت بصحى من النوم واكل، بعد كده اقعد ممكن بجد لو مثلا نزلنا اقعد اليوم كله ما اكلش وارجع بالليل اكل بس كده. ما كنتش بقى باكل كتير او كده خالص، بالعكس انا كنت بشبع من اقل قطمه. وكنت اللي هو ايه، انا جعانه جدا ما اكلتش النهارده غير الفطار، فانا ممكن اكل قطمتين واحس ان انا شبعت، فبعد القطمتين دول ابطل اكل. بس ممكن ما بطلش اكل واكمل اكل عشان انا عارفه ان انا من جوايا انا جعانه بس ده متغطي. ده اللي كان حاصل ساعتها بقى، ان انا ما كنتش واخده بالي ان انا مش شبعانه بجد، ده بس عشان كلت اول قطمتين واللي هو كده. حلو قوي. اراهن ان محدش فاهم حاجه. بصي يا مامي، عارفه ما تشبعي بس لو تكملي اكل. الحاله دي بتيجي لما الواحد يكون عنده اضطرابات نفسيه يا نور. اشرحي لهم مالك يا نور، في ايه؟ لا انا بقى لو جعانه بس انا مش اللي هو نفسي انا خلاص يعني عملت اللي انا نفسي فيه، فمش بقى اللي هو في شهوه في الاكل. احلى حاجه بقى يا جماعه في الكشري هي ان هو في كل حاجه غلط، في توم وفي بصل وفي اي حاجه ممكن تضايقكم بقيه اليوم كله، انما ساعتها في الوقت اللي انتوا بتاكلوا فيه ده بيبقى يعني بصوا جنه على الارض. مين بيحب الكشري يا جماعه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات مين بيحب الكشري. والله انت مدخله نفسك في الفيديو بتاعي. انت اللي قلتي لي اتكلمي. يا جماعه بحب اعمل ايه بقى؟ بحب احط التقليه على المعلقه اللي انا هاكلها مش على الكشري كله، ودي حاجه غريبه بس انا بحب اعمل كده. يا جماعه بتفضل ماسكه الكيس في ايدها كده طول الفيديو طول ما هي بتاكل. ايوه وكل شويه تحط شويه. هخلص اكل يا جماعه وارجع لكم. دلوقتي يا جماعه جينا على البارت بتاع السناك. ده الصراحه يا جماعه اكتر بارت متكرر في اليوم، لان انا مش بيبقى سناك واحده بس، هو بيبقى مليون سناك. فهناكل الوافل دي يا جماعه تحفه بالشوكليت، بحبها من زمان جدا، ولما كنت بجيبها زمان كانت ب4 جنيه، فاحنا طورنا جدا. كنت بجيبها من سعودي ب4 جنيه، دلوقتي بقت ب 12 جنيه مش فاكره والله، جبتها من ماستر كمان فكانت غاليه. انا من اول 2019 لحد 22 سوري من اول 2019 لحد 2022 يعني 1 2 3 سنين انا كان عندي مشكله كبيره مع الاكل. يعني كان عندي مشكله مع شكل جسمي، فالاكل بالنسبه لي كانت حاجه اللي هو ده بيخلي شكلي وحش بس. فانا ما اعرفش ليه عملت كده. في الاوقات دي بقى يا جماعه كان صعب عليا ان انا اكل سويتس وحاجات زي دي واشرب بيبسي وصودا والحاجات دي كلها، كان بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. مش صعبه عشان انا ما كنتش باكل خالص، لا بالعكس، انا كنت بقعد فترات ما اكلش وفترات اكل كتير قوي وكده. كان الموضوع عامل كده في كل الفترات. كان في عندي اكلات ما بقربش منها خالص، اي حاجه فيها شوكليت ما كنتش بقرب لها. ايه الحاجات بقى اللي انا لما كنت ببقى خلاص هموت واكل اي حاجه بلجأ لها. بس في حاجات بجد كان مثلا بقالي سنه ما اكلتش اوريو، اللي هو الاوريو كنت باكله خالص، والبيبسي العادي او ال7 اب العادي لا ابدا، كان 7 اب دايت بس. فكل الاكلات دي كانت بالنسبه لي حاجه ممنوعه لحد ما اواخر 2022 بدا الموضوع ده يتحسن معايا. يعني احب الاكل تاني وارجع احسس نفسي ان اللي هو لازم اكل لحد ما اشبع، وان انا لو حسست نفسي ان انا محتاجه الاكل ده هبقى عايزاه اكتر، فمش هعرف ابطل اكل اصلا. بس فانا بدات اعمل كده حاجه اسمها intuitive eating. انتوا بتاكلوا اللي انتوا عايزين، جسمكم بيقول لكم ان هو عايز ياكله بس. فمع الوقت بيبقى في الاول بتاكلوا كتير، بتبقوا محتاجين تاكلوا كتير، وبعد كده بتصلحوا علاقتكم مع الاكل كله فتقدروا بقى
تعرفوا تاكلوا حاجات عادي زي انا دلوقتي كده. فده يا جماعه الكلام ده كان من ديسمبر 2022. احنا دلوقتي في اكتوبر 2023 والحمد لله الموضوع يعني شبه مش موجود. مش هقدر اقول ان هو مبقاش موجود خالص، لا هو في حاجات صغيره بتوجعني كده، بس في الاخر احنا تطورنا جدا عن السنه اللي فاتت. عشان كده يا جماعه شفتوا بقى التغير الكبير في شكلي، ان انا خسيت جامد. خسيت يا جماعه، بصوا انا كنت ساعتها، انا مش بتكلم عن قصدي خالص، بس انا ساعتها كنت 67 كيلو، دي اعلى حاجه وصلت لها. ودلوقتي انا ما بين 54 55 كده. يعني اي حد في الموضوع ده عنده مشكله مع الاكل وكده، يعني you have my full support وفول help وكل حاجه. انا يعني بجد متعاطفه جدا مع بس انا مبسوطه، مش عارفه اتكلم مع باكل، انا غبيه. مبسوطه جدا يعني انا عملت معاكم شير لحاجه زي كده، لان انا مش طبيعي هتكلم عن الحاجات دي. لو تقدروا اعملوا شير معايا انا هبقى مبسوطه جدا، ويعني you have my full support بجد. خلاص بقى بتاع ده برجع لكم. طيب يا جماعه انا بقالي قاعده حبه، المفروض ان انا اجي اوريكم العشاء، بس انا اكتشفت ان انا بعد الكشري ده انا مش هقدر اتعشى. واصلا في العادي انا ما بتعشاش وبخش انام، يعني معظم الوقت ببقى جعانه وانا داخله انام وما بتعشاش خالص. فانا دلوقتي اصلا نفسي مسدوده، فانتوا متخيلين الدنيا. بس فانا هخش انام حرفيا، هخش قصدي اكشلي هو انا هخش اقعد اذاكر شويه، بعد كده هنام عشان هموت وانام. بس انا بجد ما باكلش تاني، فمش عايزه اقعد اغلس عليكم بقى واوريكم انا بذاكر، عشان دي مش حاجه مسليه ليكم خالص في الفلوج ده. ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وقولوا لي في الكومنتس ايه الفيديوهات التانية اللي بتبقوا حابين تشوفوها. وفي فيديوهات كتير قوي جايه ان شاء الله يا جماعه، بس انا عندي اكزامز ويك يعني الاسبوع الجاي، يعني انا الحد الجاي عندي امتحان لحد الخميس، بعدها هيبقى عندي اجازه فاعرف اصور لكم براحتي. بس انا بقول لكم ده عشان تبقوا عارفين. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي.